انا بسكر صوت. ايوه يابا، انت بسببك الدنيا تنطر. اسمي قلق. اول شغله الرصاصه حلو عليك. ثاني شغله عيونك حلوات. يبون جعل ما حد يصفن غيرك يمه. هذا يمه عند الصافنه ريدك على الخد، يمكن عاشقه وبالك احد. اسمعيني، انت جدا عزيزه علي. ما ابغى اسمع، خلاص يا اخي ما ابغى اسمع. جدا احترمك. اوكي جدا تحترمني، اوكي ما ابغى اسمعك جدا انا خلاص. لا. عيونك ايش فيها؟ يا رب لا تجيبي لي العيد والبطيخ يا اخي. في قانون عندنا، انا باكل شو اسمه هذا اسمه وراك حسام 11 ما ادري. والله عزيزه علي وعزيك واحسك يعني مثل، يعني شلون افهمك اياها. انت عقلك طفولي، يعني هيك بيش طفله. فهمتي؟ اي. ف يعني والله ما ادري ايش اقول لك. يا اخي لا والله تلعب بس يا قلبي، صدق صدق لا ترى تلعب. دي حقيقة. شايفه ذاك اليوم اي يا اليوم؟ ولد العب بمشاعرك، مشاعر لو طوبه ما تقولي لي ايش بيك. حسام ملعب شو العب بمشاعرك؟ بليز. ولا انه لو انت طيبه وقلبك، انت طيبه يا ولد بوف. يا ولد انت طيبه وقلبك نظيف وانت عزيزه علي واحترمك واعزك والله. اسالك 5 اسئله رد بصراحه، طيب شي يمكن تراضيني؟ طيب يلا. اوكي. احلف انك جماعه انا بساله 5 اسئله، لو هو رديت عليه انا بسامحه طيب ولا ما ابكي؟ الله، يلا. بعد قلبي، بعد عمري يا اخي ولا شكرا. كلب، اخوك ايه. كاتب لي اني انا اراضيك بمكانه يا مصطفى، يا اخي شكرا. ولا انا ببكي، انا ببكي. شكرا. بسألك 5 اسئله، لو جاوبت بصداقه انا بسامحك دز طيب. لي موطه، دز لي موطه والقلم دز كلاب. طيب اسمعني. سؤالي يلا. الأول، هل حاليا عندك حد في حياتك؟ لاني تسجل انا ما كلام في الخاص ما اعرف. واحد، هل حاليا عندك حد في حياتك؟ لا رد بسرعة، لا ترد شو اسمه. لا مو قلت لك لا. ثاني، ايه. هل اللي بيننا ها وايد مهم، هل اللي بيننا في البث دراما ولا ترند؟ لا طبعا. شفتوا؟ لا. هل كلام اللي نحن نقول بالبث نحن قبل اتفقنا على الكلام؟ هو انت تتصلين علي ما تجاوبك؟ أرويهم أنتوا بعد اتصلت أنا ما جاوبتك، أرويهم جماعة كل مرة هو يتصل أنا ما فهمتوا. رابع، هل ايه. لا ما اسمع، ها في اسمع هالاغنيه اسمعي. ما با 2 اسئله لازم اساله بعد براضي، يلا اسكت. ولا تعوم هاي تعمل حرام عليك روحي فيني ليش تأذيها انا وانتخيت. اسكت. رابع، هل هل يلا السؤال الرابع. هل
أنت كلام اللي بتقول لي من قلبك ولا بس عشان التعليقات عشان يقولون يراضيها؟ شلون؟ أنت كلام اللي تقول لي من قلبك ولا بس عشان تقرأ من تعليقات؟ لا من قلبي. اقول عيد السؤال الاول. السؤال الأول، هل أنت حد في حياتك حاليا؟ يعني اشرحي لي. يعني شلون؟ عندك حبيب؟ شلون؟ عندك حبيب؟ الله يقرب لك، الله يفضحك. ولد شنو عندك حبيب؟ يعني شنو قصدك ولد؟ يعني انا يحبني الزمه؟ لا أنت عندك حبيب. يعني عندك شو اسمه، عندك حبيب؟ ولا انت شايفه علي شنو عندك حبيب؟ عندك حبيبته؟ شنو هي؟ عندك حبيبة؟ حبيبه. امم يمكن. كلب أنا بسوي. شنو هو؟ أنا مثله من عندك. يعني يمكن عندي. يمكن عندك؟ يمكن راح يصير. لو عندك ليش تلعب يوم مشاعري؟ ترى أنا. يجوز انتي. اسكت اسكت يا ماما عشان بليز. سؤال الخامس. السؤال الخامس. السؤال الاخير. تتكلم ويا كم بنت حاليا في الواتساب سناب شات تتكلم ويا كم بنت؟ ويا الصراحه تريدين لو كذب؟ لا صراحة. والله الصراحه والله قفيلي. عندي وحده يعني من مثل اختي بالسناب مالي الاصلي، وحجيه مريم، والمشرفين اللي عندي نورهان، راما، توني. لا توني مو بنيه قفيلي، لا. I like it. اسف توني. جوي افتح بس اقول حسام مصطفى يكتب احكي لك انا اللي صراحة ولا احكي لي انا بعطيك رقمي تاع الواتساب احكي لي. يس. عندي والله بس ذول احكي وياهم بالخاص بصراحه، يعني ما عدا الولد. ليش انت ما قلت انا بعض شو اسمه يكتب لك شيء في الواتساب. شوف انت تشوفه. يعني مو قلت لك انتي، قلت لك قلت ما سمعت. دزي لي على الواتساب اني يصير عندي مجال اشوف. يا ماما كل هوا ولا اني حسام ولا ما راح اعطيك وجه في المستقبل ولا ما راح اعطيك وجه ولا انت اللي بتخسرني مو بانا اللي اخسرك. انا اعرف كذاب احكي لك اني صراحه انا اعرف كل شيء. اقول لك شغله، لعد انت شايفه الولد يطبون على البنات يقول انت اول بنيه يحكي وياك، وانا كوي كذبه. صراحه يا حسام انا ما احبك كحب عشان شيء ما يهمني صراحه. حتى انا ايوه يعني ما يهمني لو تتكلم بس انا ما اتكلم ويا اي رجل حاليا بس بروح بتكلم لانك قهرتني. شكرا عادل. بروح بتكلم لانك قهرتني. اقول لك قلق. ها انت تعزيني انا اعزيك، انت تحترميني انا احترميك، انت تقارين علي انا قار عليك يعني مقربه، يعني عادي يعني ترهم. انا ما اغار عليك يا حسام انا عادي انت تقدر تتكلم انا ما اغار من حد شو دخلني انت. نحن مو بحبايب ما بمشي بيننا اصلا. انا ما اغار عليك ولا ان تقدر تسوي اي شيء اللي انت تبيه. الحين انت اول قصتك تدخل ويا بنات انا ما اقول لك شيء يعني انا ما اقول لا لازم انا ما حد يعني عادي. تدرين اكو مشكله؟ تدرين ليش؟ ياخذن البنات لا تدخل ويانا ولا واحد اراكم شيء ما. شوف أنا أعرف إن كل البنات اللي يسعدون معاك أحلى مني وجميلات ودمهم خفيف وتقدرون تتكلمون عربي مكسر وكل شيء سوري عربي أحلى مني وأنا كلامي مش مفهوم بس أنا داخلك مفهوم. كلب انت مني بس انا كأنك بعرف عادل يا معوده. انا
انا اعرف الشخص اللي تخسرني هو اللي خسرتني، مو انا، لان انا اعرف نفسي. انا المثلي ينشرى ما ينباع، واللي يخسرني يظل طول عمره. شنو ابو فهد؟ بس اريد جمله مفيده. ساعدني، اريد جمله مفيده وياه. انا المثلي ما ينشرى وينباع، انا المثل اللي يخسرني يشتري بفلوس قاع. اي انا اللي يخسرني ينتهي بساعه. ابو فهد اقول لك شيء، ابو فهد كم عمرك؟ اتوقع 50 صح؟ مضبوط. كم؟ 50. طيب انا ابوي كان 50 بعد، اعتبرك نفس ابوي. طيب الحين انا ما العب ويا ما العب ويا مشاعر الحسام، ولا حسام يلعب ويا مشاعري. طيب بس لو يوم من الايام انت حسيت ان حسام قاعد يلعب ويا مشاعري، انت انسحب، لان صدق انا ما العب ويا حد. يعني انا الحين قاعده اقول قدام 4000 شخص اني انا ما العب ويا مشاعر الحسام، ولو شفت اللي هو لعبت انسحب. انا ما بفهم، انتم تفهمون انتم ويا بعض كل يوم، وربكم انسحب. ولا انت دوختيني ساعه تقولين احنا ما بيناتنا شيء وانت ما تهمني وانت مجرد صديق، ساعه تقولين مشاعر. يا ولد انت شو تريدين؟ انا اقول شوف، انا اقول انا ما احنا ما بيناتنا شيء، بس لو انت تحبيني ولا لا؟ لا لا عاد عاليش. عمر ويلكم اخوي. شوف اللي اقول لك انه مثلا لو انت كنت تروح هني هناك هني هناك، يعني مثلا اي شيء، يعني هو يقول لك انه اوكي خلي غلا يروح برا حياتك بعد تسوي شيء اللي انت تباه. يعني خليني انا اروح برا حياتك بعد انت تسوي الشيء اللي انت تباه، مو انا في حياتك وانت تسوي هالشيء اللي انا ابغى منك يا ابو فهد. ابو فهد طش، ابو فهد طش 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 طش. وقف. والله هذا المسلكات مسوي مقلب مال السياره، الله ياخذك على السالفه الجايفه. شلون مالكوش مقلب؟ كولات اثرت. اقول لك يلا، اقول لك خله انت ما طول ما عندك مشاعر اتجاهي وخليني اشوف دربي. انا بالمناسبه انا اصلا صاير ثقيل. انت تشوف، انت روح وتشوف، بس مو خليني انا اروح برا الحياة تقول غلا، يعني صارح بالخاص انه مثلا، يعني خليني انا اروح بعد اسوي اللي انت تبغاه، مو باللي انا في حياتك وانت تروحوا ويا بعض. يابا هسه انت بحياتي، انت تحبيني ولا لا؟ ابو فهد انا بكلمك في خاص. وانا انت ما اقدر اقول كل الناس هني يخرب بيتكم. شوف ابو فهد انا ما احبه، طيب بس اكو موضوع خله ها اكو موضوع. المتابعين شو يسوون؟ نوبات كلام ما ادري شنو، فيقولون غلا كل ما تصعد تحكي نفس الكلام. فهميهم، او انت شلون تفهمين؟ اذا تفهميهم كل شيء ما راح تفهموني. قفيلي شباب هاي غلا قلبها طيب وفطيره، فنوبات يطلع عندها نفس الكلام، بس هو طبعا الكلام اللي حاكيته وياه طبعا ماكو غير ثاني من شنو، صح؟ مو ما حاكيته بس اليوم. شنو جماعة أقول لكم أن أنا شوف يا حسام، مثلا اليوم أنا دخلت ويا واعل وريدر، أنا كنت طيبة وياهم، كنت أسولف أقول سوالف مثلا المدرسة ومستشفى، كل حد كان يكتب ليش أنتي تسولفين معهم. أنا شو أسوي في الجيست؟ بجلس، أنت تعرف أنا ما ألعب جولات، شو أسوي؟ أجلس أشوف الرجال. حتى كلمنا عنك أنت ولا يا حسام، أنت بتشوف الفيديوهات في الإكسبلور، يعني هم يبون يوم أنا أدخل ما أكلم، أنتم شو تبوني أنا أسوي؟ يعني حسام أنا بس طيبة وياهم وأسولف معهم، هم يقولون لا تسولفين لا تضحكين وياهم. أنا شو أسوي؟ مو قاعدة أتغزل فيهم، ولا إني ما تغزلت في حد. أقول لهم أنت محترم عادي، وأقول لهم أخوي بعد. من هو وائل هذا المعترفت له؟ وبعد يا حسام تعرف شو؟ من هو واعل تعرفك، هو واعل تعرفك يا حسام أن اعترفت له، يقولون اعترفت الوائل. من هو تعترفين بيهم وتحسه بيهم؟ واعل تشوف، انا واعل كان يقول عن حبيب عن وحده، انا كنت اقول عنك انت، انا بالغلط قلت اسمك، كنت اقول واعل قلت حسام. تخيل يا حسام انا كنت ويا قست ويا يوسف وكساني، قاعده اقول يوسف، قاعده اقول حسام. يعني انا في ويا كل قست اقول لهم حسام بالغلط اول شيء.
اوكي. هو شو اسمه؟ واعل. واعل. اي، وحتى هو كان يترياك تفلع عشان تدخل معاك. من هو واعل؟ واعل الحين هو مسكر الجست رفيجة الريدر. طيب ها أول شيء. ايه. ثاني شيء يلا ما. يا حسام، أنا ما أتغزل في حد. يمكن أقول أنت محترم، بس أقولهم أنت نفس أخوي، مو بنفسك أدخل الجستات وأتغزل في ناس. أنا ما أتغزل في حد. يعني انا مو مثل اخوك. لا أنت مو بنفس أخوي، بس أنا مو بنفسك إني أروح أتغزل في الجستات. بس لو أنت تستمر جستاتك يا بنات وتتغزل فيهم، أنا بعد بدخل بنات وبتغزل فيهم. لا ما أسوي، بس يعني. يلا غلا يلا. قس لطيف، شكرا على الكلام اللطيف والحلو منك. انت عزيزه ومحترمه، وانا اعزك واحترم